وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده انا قلت ايه، آه عايزه مثلا افطر، عايزه اكله سريعه. طيب الفول بياخد وقت. نقعته 4 ساعات. عملت كوبايه لان ما بحبش الفول يتخزن عندي كتير، ونص كوبايه فول مدشوش. دي كنت نقعته 4 ساعات، انما الفول لسه عاملاها دلوقتي. وحطيت الميه اهي، واول ما بتغلي بحط الفول. بسم الله. طبعا انا ما بحطش الفول التاني المدشوش الا بعد نص سوي الفول. الكلام ده والله يا جماعة جايباه من صاحب مطعم بتاع فول وطعمية. بيقول بنسوي الفول النص تسوية وبعد كده نحط الفول المدشوش. فانا لسه ناقعة الفول المدشوش دلوقتي، بس بعد نص سوي الفول هقوم حطاه. ده بس من غير لا طماطم، من غير اي حاجة. هو ده بتاع الفول اللي بيبقوا اللي هو بتاع المطعم. بسيط خالص وسهل. هغطي عليه واغطي عليه اهو. لازم يبقى على نار هادية. بسم الله. رجعنا نشوف الفول اهو يا جماعة، دخل في السوي شوية، نص سوي. الفول طبعا لما نقعته طبيعي ان هو بيكتر من الميه. ما شاء الله بانفجار. نحط بقى زي ما انتم شايفين، ونقوم مغطيين عليه بردك على نار هاديه يستوي مع بعض، ونرجع نشوفه تاني. كده خلصنا الفول اهو. احلى طبق فول بالظبط زي ما احنا بنشتريه من بره. وطبعا لما بتعمليه بايديكي بيبقى انضف واطعم بكتير. بجد يا جماعه والله الريحه ما شاء الله جميله جدا. اهو شوفوا الفوله اهي، ما شاء الله جميله جميله جميله. يا رب يعجبكم وقولوا لي ايه رأيكم.